السلام عليكم يا شباب. أنا حابب أتكلم معاكم ومش محدد سكريبت ولا حاجة بصراحة. بس أنا عايز أتكلم في كذا حاجة وزي ما هتيجي معايا هتكلم يعني. أولا السنة دي تمام. امتحان ثانوية عامة اللي هو جه السنة دي. أنا هقول ملاحظاتي وأنا يمكن ساكت الفترة اللي فاتت دي على أساس إن أنا عايز أتكلم يكون كلامي مبني على تجربة وثيقة أو حاجة متأكد منها من خلال كل اللي بيشاع. يعني مثلا النهاردة امتحان الإنجليش، الوزير مشكورا نزل نماذج استرشادية 12 امتحان. خلي بال حضرتك إن في بالظبط 30 درجة، ما يقرب من 30 درجة ممكن تجيبهم من الامتحانات التجريبية. إذا أنت نجاحك مضمون إن أنت تقدر تجيب من النماذج التجريبية. فحتة تجيب 30 من 60 دي مضمونة. لكن أنا ملاحظ إن عنصر التراكمي واللانجوج فعال. يعني يا طلبة ثانوية عامة يا طلبة مرحلة ثانوية، اوعى إن أنت تقول أنا ذاكرت المنهج هخش وأقفل. لا لا لا، مستحيل مستحيل. عشان تقفل المنهج اللي هيخدمك خلفيتك القديمة. لو مسكت المنهج بتاع ثالثة ثانوي وصميته صم هتجيب 30 هتجيب 40 من 60 هتنقص 20 درجة. ال 20 درجة الباقيين مش هيجيبهم غير اللي عنده أساسيات كويسة، خلفية كويسة. يعني في امتحان ثانوية عامة جاب الريفلكسيف بروناونز اللي هو بتاع ماي سيلف يور سيلف وبتاع. يعني أنت ممكن تبص للدرس ده على أساس إن هو درس ملوش لازمة وبتاع ومش عارف إيه فممكن تبص للدرس إنه سهل جدا. بس الراجل اختار نقطة، أوكي هي جت في الامتحان التجريبي، أوكي هي جت في الامتحان التجريبي بس هي تراكمي. يعني ممكن تكون خدته في المرحلة الإعدادية. فأنا هقترح عليكم اقتراحات كتير جدا جدا، ودي أنا في حيرة أنفذ إيه. أنا هقول لكم إيه اللي في مخيلتي، واللي أنا عايز أعمله. ورجاء في التعليقات بتاعتكم بقى، يعني اكتبوا لي التعليقات نصايح. طب يا مستر شوف كذا شوف كذا شوف كذا، وأنا والله يعني بعد ما أقول أنا عايزه لو لقيت إن في حاجات أنتوا تقولوها فعلا أنا مقتنع، أكيد أنا هنفذها. يعني مثلا انا ناوي باذن الله ان انا كل يوم في الفتره بتاعت شهر 8 دي هبدا ان انا انزل دروس تراكمي تضيف او سوري مش تضيف، تفيد المرحله الثانويه، تفيدك بشكل عام. تفيد طالب اولى ثانوي، تفيد طالب ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي. دي الساعه بقى مش مشكله، يعني اسمعوا الصوت. فانا عايز اقول ايه، ان انا هنزل كل يوم من 2-8 كل يوم الساعه 9 بالليل او 8 بالليل ايا كان. هنزل على اليوتيوب تمام، وهنزل على الصفحه بتاعت البيج بتاعت الفيسبوك. هنزل دروس جرامر تراكمي تضيف كل دارسي اللغه الانجليزيه وتضيف المرحله الثانويه كل يوم درس. واللي انا هعمله لن يتخطى ال10 دقائق. ليه؟ عن تجربه. لما شفنا الامتحانات التجريبيه، وده الوزير يحسب له ان بصراحه كان اول مره انا بحييه. ليه؟ كان زمان ايام طارق شوقي بنخش الامتحان احنا مش عارفين الامتحان جاي ازاي، مش عارفين الدنيا ماشيه ازاي. تمام؟ فدفعه 21 اتظلمت جدا مع طارق شوقي، لان ما عرفناش نمط امتحان غير قبل الامتحان بشهر، الفتره اللي بتاع كورونا 21. كنا داخلين السنه دي وفاهمين الدنيا عامله ازاي. فعارف انا كمدرس ثانويه عامه بادئ ثالثه ثانوي ببقى ما بين نارين، والطالب مفروم. يعني ايه مفروم؟ يا ترى انا هقدر ان انا اشرح منهج ثالثه ثانوي؟ طيب اكيد هشرح. طب يا ترى هقدر ارجع له تراكمي؟ طب يا ترى الطالب لو خد الحاجات التراكمي دي مع المنهج اللود عليك. يعني فعلا حرفيا ليله الامتحان انا براجع عارف نفسي اقول كل حاجه، بس انت عندك منهج ثالثه ثانوي في الانجليش الجرامر كتير، طيب وفي تراكمي تمام. فانا شايف ان انا لو جينا في ال20 يوم بتاع شهر 8 او في شهر 8 دول، لو نزلت كل يوم درس تراكمي 10 دقائق تسمعه انت مش خسران. هبدا بقى تسلسلي من الاسهل للاصعب. انت ممكن تسمع الفيديو تلاقيني بتكلم على البروناونز، الضمائر، تستغرب قوي ضمائر ايه والكلام ده. لا صدقني الضمائر سهله، بس ممكن تلاقي في حته انت مش واخد بالك. يعني مثلا في 1 الضمير المعاكس بتاعها 1 سيلف، مش هيم سيلف ولا هير سيلف. في عندك يو ممكن تبقى يور سيلف ويور سيلف، بس امتى دي وامتى دي. فممكن ال10 دقائق دول تكون انت عارف منهم 6-7 دقائق
اسمعهم كلهم، ربما ان يبقى في دقيقه معينه دي اللي انت محتاجها. يبقى انا درس تراكمي كل يوم هينزل، درس تراكمي كل يوم هينزل. الدرس التراكمي ده هينزل كل يوم باذنك يا رب، وهنزله يبقى على الصفحه وعلى هنا. بس انا محتاج دعمكم بقى وتشجيع، يعني محتاج دعمكم. شير لاصحابك، حاول ان انت توصل للناس كلها، على اساس ان احنا في الفتره دي نبقى بادئين الدروس التراكمي بتسلسل. لو محتاج حاجه تقولها، لان حرفيا يعني احنا بناخد الحصه بتاعتنا سي اذا كانت اونلاين او سنتر، تمام. بتبقى الحصه ساعتين او ساعتين ونص. الحصه يا دوبك فيها شرح بتاع اليونت يا دوبك، تمام. وبعدين برضه يا جماعه انا مش من انصار الفيديوهات الطويله بصراحه. الفيديوهات الطويله 8 ساعات و9 ساعات و10 ساعات، على فكره انا بقعد ساعتين بخلص كل ما ينبغي في اليونت، او ساعتين ونص على اكمل وجه، تمام. والهوم ورك بيتعلم وبيتراجع وما فيش اي مشكله خالص خالص خالص. يعني انا بحط نفسي مكانك، انا برتجل. لو انا قعدت اسمع حصه 10 ساعات مش هقدر اكمل، هتلاقيني بزهق، تمام. بزهق. يعني انا من النوع الملول اللي هو ايه، عايز اتقن الحاجه بانجاز. فانا بتقن لك بانجاز من غير ما نسيب اي حاجه، تمام. لكن لما اجي احس 10 ساعات، ما اعتقدش ان الطالب عنده قدره يركز في 10 ساعات. ما اعتقدش. صعب جدا 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 جدا. ساعتين، ساعتين ونص زي الفل. 3 ساعات ده بقى يعني دي لو زادت هتبقى ظروف معينه، بنراجع الواجب، اسئله اكتر الى اخره. لكن دي اقتراحاتي. وبعدين هنزل ريلز تعليميه عن طريق التيك توك، تمام، باذن الله. حاجه كده يعني، احنا لينا كل يوم درس تراكمي باذنك يا رب، هظبطه لن يزيد عن 10 دقائق، لن يزيد عن 10 دقائق. هحاول انزله كل يوم خلال الفتره دي. فتشجيعكم في الفيديو ده كده، واتمنى ان انتوا توصلوا المعلومه لكله. والله لو انت واظبت معايا خلال الشهر ده في الحاجات التراكمي، صدقني هيتعمل لك نوع من الراحه. لما تيجي تذاكر منهج ثالثه ثانوي هتلاقي الدنيا لذيذه، مفيش اي مشكله، تبدا تسمع. اذا انا بحاول اعالج المشكله، مش مشكله هي اتحلت. بس عارف بقى ايه، كان زمان في الامتحان ثانويه عامه بيجيب تراكمي، بس يجيب تراكمي درجه واثنين ودروس معينه. دلوقتي بقت درجه التراكمي عاليه، وبدرجه اللانجوج عاليه، تمام. وباذنك يا رب، باذنك يا رب، بعد ما اخلص الفقره بتاعت التراكمي الشهر ده، يبقى في جزء خاص باللانجوج، جزء خاص باللانجوج. يعني مثلا ايه رايكم كل يوم ننزل ب 10 دقائق نحل قطعه كومبريهنشن، او هي تاخد وقت اكتر ممكن، مفيش مشكله. نهتم باللانجوج. فانا شايف لو انت كطالب اهتميت بالتراكمي مع اللانجوج، تاخد منهجك الدنيا في راحه وفي حيره. اذا بعد كده كثف في الحل، كثف في الحل. اولا يعني اتمنى ان انا اكون فدتكم، واتمنى تكونوا عارفين انا هعمل ايه. يا رب دايما موفقين، يا رب دايما موفقين. اتمنى لو في اي نصايح او ارشادات او حاجات انتم محتاجوها ابعتوا لي، وانا صدقني لو في حاجه ايجابيه وكويسه انا هنزلها. دمتم في امان الله. شكرا.